سيدي العميد الركن طيار هلال بن سليمان النبهاني من سلاح الجو السلطاني العماني، لا شك بأن السلاح منذ تأسيسه وهو في تطور مستمر، وشهدنا ذلك خلال فترات مختلفة وحقب مختلفة من عمر النهضة وإلى يومنا هذا. لو تسلط الضوء بشكل عام على هذه المسيرة المظفرة في سلاح الجو السلطاني العماني. منذ تولي مولانا القائد الأعلى للقوات المسلحة سابقا سلطان قابوس رحمه الله طيب الله ثراه، أولى اهتمام كبير، وكانت الاستراتيجية والتوجيهات سامية وواضحة فيما يتعلق بتطوير وتحديث قوات السلطان المسلحة، ولم يكن سلاح الجو السلطان العماني بمنع عن هذا التطوير وهذا التحديث. ومنذ ذلك الوقت والتركيز كان على جانبين رئيسيين كذلك، وهما الكادر أو العنصر البشري والمعدات والعتاد. فيما يتعلق بالكادر البشري نلاحظ أنه سلاح الجو السلطان العماني تأسس في عام 1959، ومن ذلك الوقت كان فقط مدرج صغير في بيت الفلق، 3 طائرات بروفوست وطائرتين من نوع بايونير للنقل. والآن قواعد سلاح الجو السلطان العماني منتشرة في كافة ربوع السلطنة بعشرات من الطائرات، والعنصر والكادر العماني تقريبا 100% هو الكادر العامل في هذا المجال. طبعا من ناحية الكادر البشري قاعدة غلا الجوية تعنى بتدريب وتأهيل وتثقيف وتعليم جميع منتسبي السلاح والمدارس المختلفة لإعدادهم وتجهيزهم في تخصصات إدارية ولوازمية وعملياتية. في مجال العتاد طبعا وعلى رأسها الطيارات المقاتلة، وصول طائرات الF-16 وصفقات التي تلتها بطائرات أيضا التايفون المتقدمة، وإنشاء قاعدة جوية قاعدة أدم الجوية بأحدث المعدات والتجهيزات، كذلك وجود المشبهات ومحاكاة التدريب والطيران المنتشرة في قواعد السلاح، والتي تعنى بتدريب الطيارين المقاتلين، كذلك الطيارين العموديات وطيارين النقل، تساعد في تطوير هذا الكادر وتأهيله.